كلنا عندنا خبر ومعرفة بأن في خلاف مصري سعودي، وطبعا كلنا شفناه بين الإعلاميين من الطرفين من شد وجذب ومعايرة وكل حاجة الفترة اللي فاتت دي، لكن محدش كان عارف ايه سبب الخلاف ده، رغم ان العلاقات المصرية السعودية كانت يعني على أوج قمتها يعني الفترة الأخيرة، خصوصا بعد توقيع اتفاق تسليم مصر للجزيرتين صنافير وطيران. وللمعرفة ان هم دول برضو سبب الخلاف المصري السعودي اللي محدش عارف اصلا، ان مصر المفروض كانت تسلم الجزيرتين السيادة على الجزيرتين للسعودية بداية السنة دي، لكن مصر وقفت تسليم الجزيرتين بدون ما تقول لحد ايه السبب او اللي على العامة، يعني ايه الاسباب اللي منعت مصر انها تسلم السيادة. الحقيقة بقى كلمة السر في قناة بن جوريون. قناة بن جوريون دي قناة موازية لقناة السويس، إسرائيل بتخطط تحفرها من سنين، لكن كان موقفها حاجة واحدة بس، وهي مضيق طيران اللي بتسيطر عليه مصر بحكم إن جزيرة طيران وقصادها ساحل سيناء دول مصريين يعتبروا مياه إقليمية، فلو إسرائيل حفرت القناة مصر هتحط كشك كده من الاخر وتحصل رسوم من اللي داخل واللي خارج ليه، ونبقى احنا برضو استفدنا وهم مش هيستفيدوا حاجة. لكن لما تبقى الجزيرة طيران مش مصرية اصبح المضيق دولي مش اقليمي، لان كده مصر ما تقدرش تفرض اي رسوم او تعمل اي شيء يمنع دخول السفن وخروجها من القناة دي. وده اللي انتبهت له القيادة المصرية بعد ما كانت خلاص كانت ناوية تسلم الجزيرتين، والأفلام اللي احنا شفناها الفترة الأخيرة فاقوا فجأة على الكابوس ده، إن هم لو سلموا الجزيرتين للسعودية أصبحت كده ممر دولي، وكده إسرائيل تقدر تحفر القناة وهي مطمنة، وبالتالي طبعا هتضرب قناة السويس المصرية في مقتل، لان من الاخر جميع الخطوط الملاحيه هتستخدم القناه الاسرائيليه قناه بن جوريون، مش هتستخدم قناه السويس، وبسلم لي بقى على قناه السويس. فالحكومه وهي كانت بتوقع الاتفاقيه وبتتوافق عليها في مجلس الشعب كانوا عايشين في اوهام، وفجاه فاقوا على الكابوس المزعج اللي هي قناه بن جوريون. عرفتوا بقى ايه سبب الخلاف؟ ولو مصر سلمت الجزيرتين اسرائيل هتبدا فورا في حفر قناة بن جوريون. يا ترى بقى الحكومة المصرية هتسلمها ولا مش هتسلمها؟ ده اللي هنعرفه في الفترة الجاية.